انا راجل متجوز وعندي بنتين ربنا يخليهم لي، ومراتي دي احسن ست في الدنيا وعمري ما زعلتها مني ابدا، بس هي اللي زعلتني لما ماتت وسابتني لوحدي انا وعيالنا الاتنين ومش عارفين نعمل ايه ولا نعيش ازاي. وفجأة اصبحت انا الاب والام في البيت، وامي هي اللي كانت بتساعدني في الموضوع ده وواخده بالها من عيالي. بس حتى امي نفسها تعبت، ولقيتها بتقول لي انا بصراحة تعبت يا ابني، وانت لسه صغير لازم تتجوز تاني وتجيب واحدة تاخد بالها من عيالك، بدل ما تلاقيهم يا ابني فاتحين لايفات على التيك توك وانت عندك بنتين لازم تاخد بالك منهم. فكرت في كلام امي ولقيتها معاها حق، عيالي ممكن يتبهدلوا لو سيبتهم كده. وتقريبا امي كانت مستنياني اوافق عشان تقول لي ان العروسه موجوده ومستنيه ناخد الحلويات ونروح نتقدم لها. وفعلا الجوازه تمت وعيالي كانوا فرحانين بيها عشان يعرفوها من زمان. اصل ماما سابت كل البنات والستات اللي في الدنيا وجايبالي واحده من صحاب مراتي الله يرحمها، بس انا بالنسبه لي كان الموضوع عادي لانها جايه وعارفه اني متجوزها عشان العيال، واغلب الوقت قاعده مع امي بيتكلموا، لكن انا برجع من شغلي انام وبصحى تاني يوم اروح شغلي، وكل ده عشان ما اشوفهاش ولا اتعامل معاها. بس يوم ورا التاني بدأت ألاحظ إنها بتحفظ بناتي قرآن وأحاديث كمان، وصوتها جميل جدا في قراءة القرآن. ولما قعدت اتكلمت معاها شوية لقيتها بتقولي حاجة غريبة جدا: الثانوية بتاعت مراتك الله يرحمها كمان أسبوع، عاوزين نعمل أكل كده ونوزع على الناس الغلابة ونروح نزور قبرها ونقرا لها الفاتحة. ومع إني كنت مانع نفسي أتعامل معاها، بس مع الوقت بدأت كل حاجة تتغير، يعني عيالي بقوا يحبوها وأمي كمان بتحبها، وبقينا نتكلم مع بعض أكتر من الأول. وهي كمان بتحب مراتي الله يرحمها جدا لدرجة إنها حطلها برواز فيه صورتها في الصالة عندنا عشان نفضل فاكرينها، وكمان العيال ما ينسوش شكل أمهم ودايما يدعوا لها. وبقالي يومين نفسي أجيب لها هدية كبيرة، اكتبوا لي رأيكم أجيب لها إيه.